بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. النهاردة هنتكلم عن أشهر قديس في أثيوبيا، وهو الإنسان الوحيد اللي طلعت له أجنحة. هو القديس تكلا هيمانوت. هو شفيع لإبطال أعمال السحر وللأمراض الصعبة. هو الملاك الروحاني. تعالوا نعرف سيرة قديسنا سوا. كان القديس تكلا هيمانوت ليه مكانة خاصة عند الكنيسة الأثيوبية، لأنه كان بيعتبر عمود من أعمدة الكنيسة الأثيوبية، وكان سبب لخلاص ناس كتيرة جدا. باباه ومامته كانوا 2 مسيحيين تقيين جدا بيحبوا ربنا. باباه اسمه سجاز آب، معنى اسمه عطية الآب، ومامته كان اسمها سارة. باباه كان كاهن، اتجوز من سارة وكانت جميلة جدا وغنية قوي، وعاشوا حياة التقوى والإيمان مع بعض، وكانوا بيحبوا الفقراء والمساكين وبيعطفوا عليهم جدا. ولأن ربنا ما أرادش في الوقت ده أن يكون عندهم أطفال، في يوم من الأيام سارة قعدت تصلي كتير جدا لربنا وتطلب منه انه يديهم أطفال. في يوم طلبت سارة من جوزها ان هم يوزعوا كل ممتلكاتهم للفقراء والمساكين، وان هم يطلقوا سراح العبيد والجواري. وفضلت مصممة على الرأي ده، وجوزها حب الفكرة جدا. بس العبيد والجواري اللي كانوا عندهم في البيت زعلوا، لان هم كانوا حاسين ان البيت بتاعهم، وكانوا بيعاملوهم معاملة حلوة قوي وكلها رحمة. فطلبوا منهم ان هم يقعدوا معاهم في البيت، فراحوا وافقوا كأنهم اخوة ليهم مش شغالين عندهم. وكان صاحبهم اللي بيحبوه قوي وبيطلبوا شفاعته دايما هو رئيس الملايكة ميخائيل. وفي يوم من الايام جه الملك متلومي ملك الدومات، كان بيضطهد المسيحيين، وكان بيبعت العساكر بتاعته عشان يتعاملوا بعنف مع الناس. ودخل واحد من العساكر لبيت الكاهن وكان عايز يموته بالرمح، لكن الكاهن هرب ونزل جوه المية. وفضل العسكري واقف مستني الكاهن يطلع من المية عشان يرميه بالرمح ويموته، لكن الكاهن ما طلعش. وافتكر العسكري ان خلاص الكاهن غرق. لكن اللي حصل بعد كده كان عجيب، وهو ان لما نزل الكاهن المية لقى تحت المية الملاك ميخائيل، وحوط عليه بأجنحته، وبقى متحوط وأكنه قاعد جوه خيمة تحت المية. وبعدين راح خرج من المية عشان يدور على مراته، لقى ان الجنود اخدوها والكنيسة دمروها. انهار الكاهن وقعد يعيط بمرارة وما كانش عارف يعمل ايه. ولما العساكر اخدوا مراته سارة انبهروا بجمالها، وراحوا اخدوها عشان يقدموها للملك كهدية. فراح الملك اخدها وحطها في بيت من بيوته، وبعت ليها لبس فاخر جدا، وبعت لها جواهر وذهب وفضة ولقالق غالية جدا عشان تتزين بيها. وكمان كان بيبعت لها اكل كتير جدا من احسن الانواع. لكن هي كانت بتصوم عن الاكل ده، وبقت تعيط ودموعها ما كانتش بتنشف من كتر العياط. ولما يجي الليل والناس كلها تنام، كانت تقلع هدومها الغالية دي وترجع تلبس هدومها البسيطة مرة تانية. وكانت دايما بتطلب من ربنا انه يخلصها من الشر ده. وكانت وهي بتصلي دايما بتطلب شفاعة حبيبها الملاك ميخائيل، اللي كانت دايما في عيد وبتقدم للفقراء حاجات كتيرة قوي وبتعمل وليمة كبيرة جدا. وراح ظهر لها الملاك ميخائيل وفضل يطمنها ويعزيها، وكمان وعدها بطفل. وتاني يوم الصبح لبست اللبس الغالي بتاع الملك، وراح خدها جندي من الجنود وراح بيها للملك، وكان مبسوط بيها قوي. فراح اعلن ان هو خلاص هيتجوزها، وراح للمعبد بتاع الاوثان واخدها معاه، وراح سجد للاوثان. وهي فضلت واقفه مستنيه ايد ربنا تتدخل. طول ما هي واقفه كانت عماله تصلي، وفجاه راح حصل برق ورعد وزلزال جامد جدا، وراح نزل الملاك ميخائيل بنفسه واخدها وداها للكنيسة اللي كانت بتصلي فيها مع جوزها. واتقابلت هناك مع جوزها، لكن جوزها معرفهاش وافتكرها بنت من بنات الملك عشان اللبس اللي كانت لابساه، وكمان كانت مغطية وشها. فراحت عرفته على كل اللي حصل معاها، وبقى يشكر ربنا جدا انه خلصها من الملك. وبالليل شافت سارة ان في عمود نور وسط البيت بتاعها، واخر العمود ده واصل للسما، وكان حوالين العمود طيور كتيرة جدا بكل الأنواع، وكانت بتبص عليه شعوب وكهنة كتير، وكانوا مندهشين من المنظر العجيب ده. وشاف الكاهن أكن في نور جامد زي الشمس خارج من تحت سريره، وحواليه نجوم كتير منورة. وفي نفس الليلة دي حملت سارة بالطفل المبارك اللي اتولد يوم 24 كيهك. وجه الطفل المبارك وكان بيحصل معجزات كتيرة على ايديه وهو صغير، ومنها ان كان طبعا الام وقتها كانت موزعة كل المجوهرات واللبس الغالي والذهب والفضة بتوعها على الفقراء،
وما بقاش عندها اي حاجة تقدمها. وجه عيد الملاك ميخائيل اللي كانت دايما متعودة ان هي تعمل وليمة كبيرة فيه، ما كانش عندها اي حاجة تعملها. فلقت الطفل بيشاور على الدقيق اللي في البيت، كل لما الطفل يحط ايده عليه يزيد. راحت جابت له بقية الحاجات، جابت له الزيت وجابت له كل الحاجات اللي في المطبخ، وكل ما يحط ايده على حاجة تلاقيها تكتر وتزيد. فراحت عملت الوليمة زي ما بتعمل كل سنة في عيد الملاك ميخائيل، وعملت فطير كتير جدا للملاك ميخائيل ووزعتها على الفقراء والمساكين. وتعمد الطفل وبقى اسمه فرح صهيون، وتربى على حياة التقوى والإيمان وعبادة رب المجد في تواضع وحب لكل الناس. ولما وصل سنه 15 سنة رسموا الأنبا كرولوس نجران الحبشة شماس، وكان كل ده في عهد الأنبا بنيامين، وعاش في حياة الطهارة والعفة. ولما حب أبوه وأمه إن هم يجوزوه رفض بشدة، وقال إن هو حابب حياة البتولية، لكن هم صمموا وأصروا إن هو يتجوز. فرح سمع كلامهم واتجوز، بس لما اتجوز عاش مع زوجته زي الأخ والأخت بالظبط، لحد لما مراته راحت السما. ورسموا الأنبا كرولوس كاهن عشان يقدر يساعده في خدمته. وبعدها اتنيحت أمه يوم 22 مصر، وبعد 4 أيام بالظبط والده هو كمان اتنيح يوم 26 مصر. وعاش حياة الكهنوت في بيت باباه لمدة 7 سنين. وفي يوم من الأيام خرج عشان يصطاد وحش، فراح ظهر له الملاك ميخائيل وقال له إن الأعمال دي مش بتليق بالكهنة، وإن المفروض يكون بيقرأ في الكتاب المقدس، وإنه لازم يكرس حياته للصلاة ودراسة الكتاب. كمان الملاك قال له إن اسمك من دلوقتي مش هيكون فرح صهيون، وإنما هيكون تكلة هيمانوت. وفي الوقت ده اتقال إن هو شاف السيد المسيح اللي حط إيده عليه وباركه بعد ما دعاه للعمل الكرازي، ووعده إن هو هيفضل معاه ويسنده دايما. وقال له كمان إن ربنا اداله موهبة شفاء المرضى، وبقى يعمل معجزات كتيرة جدا ويشفي الناس من أمراض صعبة جدا. وراح القديس وزع كل ممتلكات أمه وأبوه، وبقى يروح يبشر ويكرز في كل مكان. وراح لمدينة اسمها كاتانا، وكان الناس هناك بيعبدوا الأوثان والأشجار والشمس. وهناك الشعب هاج عليه جدا لما شافوه بيكرز بالمسيح. وراحوا سمعوا صوت الشيطان خارج من الشجرة وبيطلب منهم ان هم يبعدوه بعيد ويمشوه، انما هو كان واقف بعيد وباصص للشرق ورافع ايده لربنا وبيصلي. كان بيطلب من ربنا انه يخلع الشجرة دي. وفي الحال راحت الشجرة اتخلعت من جدرها وراحت لغاية القديس، واعترف الشيطان قدام الناس كلها انه كان بيضلل الناس. وعلى ايده حصلت معجزات كتيرة جدا، وناس كتيرة امنت بالمسيح وتعمدت في النهر. وفي الوقت ده حزن الامير بتاع المنطقة على اللي حصل للشجرة، عشان الشجرة دي كانت بتدخل ليه فلوس كتيرة جدا. وكمان عرف ان القديس امر بان الشجرة تتقطع وياخدوا الخشب بتاعها ويبنوا بيه كنيسة. وفي الوقت ده الامير كان تعبان جدا، فراح قدسنا وشفاه، والامير امن على ايده برب المجد هو وزوجته واولاده، وتعمدوا هناك كمان مع ناس كتيرة قوي، وبقى اسم ولادهم صموئيل وبنيامين وعطية الصليب. وبقى عايش حياته بين النسك والكرازة. وفي أغلب الأصوام كان بيحب يروح البراري يعيش في توحد وتقشف، وبعدها يرجع لولاده وحبايبه تاني. والناس وقتها حبته جدا وتعلقت بيه قوي، وكان بيضطر يسافر من مكان لمكان ومن بلد لبلد عشان يقاوم عبادة الأوثان والسحر ويقضي عليهم. وكان دايما بيبشر بالكتاب المقدس، وكانت بتحصل على ايده معجزات وعجائب كتيرة جدا. غير ان هو كان بيقوم بأعمال الكرازة والبشارة، كان أب الرهبان كتير جدا، وكان عايش حياة الأديرة بروح العبادة والسهر والخدمة لكل الناس وللفقراء والمساكين، لدرجة ان الرهبان كانوا مفكرين ان هو ملاك مش انسان على الارض. وتحول الدير من دير لمركز كرازة. وعرف القديس في الوقت ده ان ابن اخت رئيس الدير كان كاهن ومات. ولما عرف القديس ده راح عند جثمانه وصلى لغاية ما ربنا قومه من الموت. ولما قام من الموت راح سجد عند رجل القديس تكلة هيمانوت وقال له سامحني، انا كنت بحسدك على ان ربنا اداك مواهب كتيرة قوي. وكان بيفكر ان هو يحتل مركز خاله بعد نياحته ويبقى هو رئيس الدير. وفضل يطلب منه كتير ان هو يسامحه ويغفر له، وبقى يشكره على محبته حتى للناس اللي بتحسده. وبعدها حس القديس ان المجد الباطل هيبقى ملازمه على طول، خصوصا بعد لما قوم الكاهن من الموت. وفضل يصرخ لربنا عشان يخلصه من الموضوع ده. وفعلا ارشده الملاك ميخائيل انه يروح لدير القديس استفانوس، وساب منطقة أماجرة. ولما وصل للنهر
رفعوا الملاك على وش المية ومشي معاه لحد ما وصل للدير، وفضل هناك مكرس نفسه للصلاة والمطنيات بكل حب وصبر. وربنا أهله إن هو يشوف أورشليم السماوية والكراسي المعدة للقديسين والمؤمنين. وهناك سمع صوت بينادي عليه باسمه وقال له إنه هيبقى من 24 قسيس، واداله مجمرة ذهبية عشان يبخر بيها معاهم، وكان بيسبح كمان معاهم. وبعدها اتنقل من الدير ده وراح لدير القديس أرجواي، وكان رئيس الدير اسمه يوحنا، وهناك لبسه الإسكيم وقعد هناك 12 سنة. فضل عايش حياة نسكية عظيمة جدا. والدير ده كان عالي جدا فوق جبل ارتفاع 60 متر، فكان لازم اللي يطلع الجبل وينزل منه يطلع بحبل وينزل بحبل. وفي يوم وهو ماشي من الدير ودع الرهبان والآباء، فراحوا ربطوه بحبل ونزلوه من الدير عشان يمشي. وهم بينزلوه راح الحبل اتقطع، وكلهم قالوا خلاص ده هيقع وهيموت. فجأة لقوه طلع له 6 أجنحة خرجت من جسمه، وكانت عاملة زي الشاروبيم. بعدها نزل على الأرض بسلام وكان سليم مفهوش أي حاجة، والناس كلها اتعجبت. وعشان كده دايما بنلاقي في أيقونة القديس تكلا هيمانوت إن طلع له 6 أجنحة زي الشاروبيم بالظبط. وبقى ينتقل قديسنا من دير لدير، وكانت قوة ربنا ملازماه في كل خطوة. وكمان راح القديس واتقابل مع البابا الاسكندري خائيل في القدس، وراح هناك أخد بركة القبر. وبعدها راح برية الإسقيط في مصر، وهناك ظهر له الملاك وقال له إن أنت لازم ترجع لأثيوبيا تاني. وعاش هناك واتلمذ على إيده ناس كتيرة جدا لحد ما ظهر له السيد المسيح بنفسه وقال له كمان على خبر انتقاله. وبعدها اتصاب بمرض الطاعون وتنيح قدسنا البار بسلام يوم 30 أغسطس. بركة صلاة وشفاعة القديس تكلا هيمانوت تكون مع جميعنا أمين. لو أول مرة تسمع سيرة القديس العظيم تكلا هيمانوت الحبشي ابعتها لكل الناس، خليهم ياخدوا بركة. وتابع صفحتي واستنوني كل يوم بالليل الساعة 8 مع سيرة قديس جديد.